ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الثاني الاعدادي؟ النهارده معانا هنحل يونت 7 الدرس الاول فيها، اللي هو صفحة 17 على الكلمات اللي هي الفوكابلري. لو انت اول مرة تشوفنا، اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. طيب ركز معانا واحنا بنحل هنوضح سبب الاجابة. You mustn't park here. بيقول لك غير مسموح انك تركن هنا. It's طبعا عايزين كلمة معناها ان هو غير مسموح او ده محظور او ممنوع. يبقى عندنا كلمة اسمها forbidden، دي من ضمن الكلمات اللي عندنا. طبعا لازم تبقى حافظ الكلمات، اسمها forbidden. طيب عندنا بيقول لك flowing traffic not helps us stay safe. انك تتبع ايه بتاع المرور، ده يساعدك انك تكون امن. يبقى تتبع قواعد المرور. طبعا ده كلمة قواعد اللي هي كلمة rules. تمام. تمام. نكمل عندنا. بيقول good not means being kind and friendly، انك تكون طيب وودود. طيب رقم 3 عندنا تكون behavior، السلوك بتاعك يكون كويس. behavior. طيب عندنا بعد كده turn off your phone، اقفل التليفون بتاعك to avoid عشان تبتعد عن ايه while studying أثناء المذاكرة. يعني اطفي التليفون عشان تبتعد عن التشتت أو التشتيت، اسمه distractions اللي هو عنصر التشتت. طيب نكمل عندنا بقية الأسئلة. عندنا بيقول not are comfortable shoes، يعني حذاء مريح you wear for sporting or work، تستخدمه للرياضة أو للمشي. طبعا ده اسمه اللي هو اسمه بسم الله الرحمن الرحيم سنيكرز، هو الحذاء الرياضي اللي هو رقم ايه عندك. تمام. ركز معايا في اللي جاي. عندنا بيقول a not is long narrow passage in a building، يعني مبنى طويل او اللي هو ممر طويل. طبعا كلمة ممر اللي هي hall way، هي الإجابة رقم دي. طيب نكمل عندنا. ركز معايا السؤال رقم 7 صفحة 18. طيب you should say hello، تقول مرحبا when you see your teacher، لما تشوف المدرس بتاعك. كلمة say hello، كلمة hello يعني مرحبا، دي تعني ايه؟ دي معناها انت بتحييه. طبعا فين كلمة يحيي اللي هي كلمة great، يحيي. طيب نكمل عندنا. بيقول school rules، قواعد المدرسة help create a safe and not learning environment. بيقول لك القواعد عندنا اللي هي بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم المدرسة، دي بتخليك آمن وإيه للبيئة. طبعا هي هتخليك respectful، إنك تحترم، يبقى respectful. طيب نكمل عندنا. one important school rule، من ضمن القواعد المهمة للمدرسة is that student shouldn't not their hands before speaking. الطلاب ما ينفعش يعملوا ايه بإيديهم قبل ما يتكلموا. طبعا يرفع ايده، احنا كلنا عارفينها. طب هي فين اللي هي كلمة raise؟ اللي هي انه إجابة عندنا. الإجابة رقم ايه اللي هي كلمة raise، اللي هي raise your hand. طبعا التانية دي غلط والتالتة غلط، يبقى أول واحدة هي كلمة raise your hand، يعني ارفع يدك. طيب نكمل عندنا. لحظة، يلا نكمل. بيقول a school day، اليوم في المدرسة can be enjoyable if you know safety rules. طبعا لو انت ايه اتبعت قواعد المدرسة يبقى follow، يتبع. تمام. follow اللي هي safety rules. طيب نكمل عندنا. السؤال رقم 11 keeping school uniform clean، انك تخلي اليونيفورم بتاعك نظيف and tidy ومرتب show not in the school. طبعا ده بيشعر ان انت إيه برايد، فخر. هتقول لي يا مستر طب ايه الفرق بينها وبين كلمة براود؟ ما هي براود معناها فخور. هقول لك هو هنا عايز اسم مش صفة. كلمة براود معناها فخور، ما ينفعش اقول الفخور، لا. لكن كلمة برايد فخر، الفخر، تشعر بالفخر، يبقى دي برايد. لكن الأولى دي ما تنفعش اللي هي مصر عشان دي الصفة. اديك عرفت سبب الإجابة. طيب نكمل عندنا. عندنا بيقول eating inside the class، انك تاكل جوه الفصل is forbidden. طبعا الكلمة دي معناها ان هو ممنوع انك تاكل جوه الفصل. forbidden is the synonym of forbidden. synonym معناها معنى كلمة forbidden طبعا معناها ان انت ممنوع، اللي هي رقم بي اللي هي كلمة prohibited، دي معناها ان ايه ممنوع برضك، بتساوي نفس الكلمة. طيب نكمل. the suffix نقط it changes the word respect into an adjective. طبعا اسمها respectful، يبقى هنحط كلمة full.
يبقى اسمها respectful. تمام. تمام. ركز بقى معايا في اللي جاي. عندنا the word narrow and not are antonyms. طبعا كلمة antonyms معناها عكس، عكس الكلمتين. كلمة narrow ايه يكونوا عكس. طبعا كلمة wide اللي هي كلمة متسع، هتقول لي ليه معناها ايه؟ هقول لك كلمة narrow معناها ضيق، وكلمة wide معناها متسع، فالاتنين يكونوا عكس بعض، يبقى دي اسمها antonyms. تمام. يا رب تكون فهمت حاجة زي دي. وهنا عايز العكس، فالعكس الكلمتين مع بعض هي كلمة narrow وكلمة wide، ضيق وواسع، يبقى الاتنين عكس بعض. وكلمة انتيوم ديت معناها عكس، لازم تعرف هي. وكلمة اوبسايد معناهم عكس. طيب we get the noun from the verb behave by adding the suffix. هنضيف ايه؟ meant. هنضيف كلمة meant ment. تمام. تمام. نكمل عندنا. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم، لحظة نوضحه. سؤال رقم 16. are instruction تعليمات that tell people تقول للناس what they must or mustn't know. الحاجة انت تقولها او اللي يعملوها او ما يعملوهاش، دي اسمها قواعد. قواعد اللي هي rules. تمام. طيب نكمل عندنا means that way some acts. طبعا دي معناها طبعا السلوك اللي هو behavior. نكمل عندنا السؤال رقم 18. بيقول good manners help create نوع atmosphere. طبعا عندنا البي اتش نطقف. طبعا نختار معاها كلمة اللي هي positive معناها جو إيجابي. طيب نكمل عندنا students must stick to the dress code. This means they must know the dress code. طبعا معناه ان هم لازم يلتزموا، يبقى follow او يتبعوا، بتساوي كلمة stick to. وكلمة stick to برضك معناه ان هو يلتزم بيه. طيب نكمل عندنا. عندنا بيقول it isn't، لحظة، بيقول it isn't polite. it isn't polite to speak when your father speak. مينفعش تتكلم او من غير محترم انك تتكلم والدك بيتكلم. it means you shouldn't not him. مينفعش تقاطعه، يبقى كلمة interrupt معناها يقاطع. طيب نكمل عندنا team work always العمل الجماعي دايما. positive atmosphere. طبعا atmosphere دي معناها اللي هو جو إيجابي، بيخلق جو إيجابي. كلمة يخلق اللي هي كلمة create، يبقى نقول create. طيب to stay fit عشان تبقى لائق بدنيا. try to حاول ان نوع some activities and exercise اسمها do، يبقى do activities. طيب نكمل عندنا. بيقول the antonym of the word positive. عكس كلمة positive طبعا اللي هي إيجابي، عكسها سلبي اللي هو negative. طيب the to change word careful into تبقى careful يعني نحط لها ly. طبعا هنا هنخليها adverb، هنخليها حال عشان حطينا لها ly. طيب نكمل عندنا. بيقول the word not the synonym of interaction. هتبقى طبعا distraction اللي هي رقم B. كده وصلنا لحد آخر الفيديو. لو عجبك اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.